انا انزل تحت الترابيزه. الانمي الافضل عن دينا بليتش. الانمي الافضل عن يعني دينا بليتش. سؤال مش طالع في الكادر انت اصلا مش طالع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستغربين مش الاستوديو بتاعي؟ يا ترى انت فين يا دينا النهارده؟ اولا كل سنه وانتم طيبين. لو فطرت وكلت حاجه حلوه تعالى عشان في فيديو حلو جدا جدا النهارده مع حد من اهم الناس اللي بتعمل محتوى انمي في مصر كلها، نجم الجيل. يجي نازل عنده على الستوري في الانستجرام بيقول لكم اسالوا دينا الاسئله اللي انتوا عايزينها، هو جمعها لنا وهنسال دلوقتي. هنشوف الاسئله اللي جمهور ايجي حب يسالها لي، فيلا بينا نتفرج. يلا زي ما انتم شايفين يا جماعه، دي الاسئله اللي هنسالها لدينا النهارده من تجميعه الانستجرام، وهو بالظبط 40 سؤال. هنسالها 30 سؤال منهم، هي هتقعد بقى تلفلفها كده تختار زي ما هي عايزه ونطلع منها الاسئله. وطبعا هي هيبقى عندها سؤالين بس هي اللي ممكن تعمل لهم سكيب. الفكره بقى ان انا قلت للناس ايه، السؤالين وكل حاجه يا جماعه، ما حدش يسال على العمر، ما حدش يسال ساكن فين، بتعمل ايه، كل بقى الاسئله. دينا عندها كام سنه؟ دينا بتفطر ايه الصبح؟ دينا بتفطر ايه الصبح؟ كان في حد بعت لي دايما جوه الاسئله، دينا ايه ستايل اللبس المفضل؟ ايوه يلا نبدا. طيب عايزك بقى ايه، لخبطيهم كده بايدك عشان ما نقولش ان انا مطبخها ولا حاجه. ماشي. لخبط وانا اختار الاسئله واحده واحده كده. انا هسحب كبشه. السؤال الاول، تين تين تين. عايزك بقى تحطي من سيربح المليون. ماشي يا رب. ماشي. واحد بيقول لك ليه ما بتعمليش تحدي الضحك كتير؟ عشان انا دمي مش خفيف. والله ما بهزرش. مش صريحين قوي كده. والله في حاجه عمرها ضحكتني من الحاجات اللي بتتباع دي قسما بالله. ابعت لي يا عم وريني. يلا السؤال الثاني بيقول ايه ده؟ إيه؟ اكتر حاجه بتكرهيها في ايجي؟ ليه يا جماعه السؤال ده؟ ما فيش حاجه بكرهها. ما عنديش والله فكرة يعني. يعني. اخ عزيز عليا ما بكرهش في حاجه. Thank you. موت بغيظك بقى. موت بغيظك. انت عايز عربيه. سوري. السؤال الثالث ليه علاقه بيا برضه. ماشي. اسلام بيقول لك ايه العامل المشترك بينك وبين ايجي وتاكو؟ الاستمراريه. والله بجد يعني الاستثمار. والله ما بهزرش يعني احنا الاثنين من الجروب بتاعنا كلنا اكتر اثنين ملتزمين بالاستمراريه وكده، رغم ان احنا الاثنين بيجي اوقات حتى بنتكلم مع بعض بنبقى بريك داون بقى خلاص. احنا عايزين نقوم نحط وشنا في الحيطه من كنت مش عايز تصور يعني خلاص. الفيديو الاخير والله العظيم انا مش عايز اصور، بس اللي هو اي هاف تو، فده يعني ده حاجه مشتركه بيني وبين ايجي بصراحه. حلو، احنا كده عدينا ب3 اسئله. ماشي. السؤال الرابع. أوكي. يلا بينا، ده سؤال كبير شويه. حنين بتقولك انت ما شاء الله اموره قوي ومحترمه وبتحبك جدا، ايه بقى اكتر مشهد حزين لسه مش مستوعباه من كتر العياط؟ موت ايروين سميث. ده كان في رمضان. كان في رمضان. كان في رمضان انا فاكره، لان انا عيطت لدرجه بوظت اللحظه. كان ميت في رمضان وانا عيطت جدا لدرجه ان انا عطشت. قلت يا رب يعني انا عطشانه. حزينه. مش قادر افكر بالضحك والله. حزينه. سبحان الله، السؤال جه في وقته بامانه. ما تعيطش وانت صايم اقول لك. بالظبط. ماشي. السؤال الخامس، احنا حتى الان ماشيين كويس. الحمد لله. عندنا مفيش سكيبات ولا اي حاجه. ما سكبش انا. محدش يقدر يسكبني. مادي، ما اعرفش الاسم غريب. لا معروف ده في مسلسل العصيان. بجد ايه مسلسل التسعينات هيعرفوا. يا لهوي، مسلسل العصيان ده اول مسلسل عربي شفته في حياتي. مادي بيقول لك ايه الانمي المفضل عندك وشخصيتك المفضله فيه؟ ده سؤال يا مادي، يعني انا بالنسبه لي بصراحه مش قادر افهمك يعني. انا هسكيب السؤال ده. هتسكيب السؤال ده؟ ايه رايك بقى يا مادي؟ ماشي. شكرا مش عاجبني. اول سكيب معانا. اسمي دينا بليتش، اكيد المفضل بتاعي مش توم اند جيري يا جماعه. هنسكيب ولا مش هنسكيب؟ دينا بليتش. يمكن عندك ما يعرفونيش، يمكن لسه ما يعرفونيش مثلا اسمي دينا بليتش، فانا الانمي بتاعي المفضل بليتش. وافضل شخصيه ما عنديش شخصيه، انا عندي كذا شخصيه يعني. حرام ان انا ازنق نفسي كلها في واحد بس يعني. لا هو كذا شخصيه، بس في عندي مثلا بياكيا، في عندي موستانج من فول ميتال، في عندي سانجي. طب في شخصيه مفضله من كل الانميات، شخصيه الوحيده اكتر واحده بتحبها جدا، مش لازم في بليتش؟ ايروين سميث. ايروين ده اكتر شخصيه مفضله. ممكن اوكي. قلت انا ما عنديش شخصيه الصور. السؤال السادس. اوكي. كيتو. كيتو. ده سؤال هيعجبك ده. ماشي. افضل فيلم كونان بالنسبه لك اصلا؟ مش فاكره الافلام، بس كان في فيلم في المفروض كايتو كيد هيسرق بيضه مليانه حجر وحاجات حلوه كانت كده. وبعدين اتكلمنا عن شخصيه في الادب الروسي وبتاع، وكانت مرعبه كانت حلوه. بس لو تعرفوا اكتبوا في الكومنتات عشان مش فاكره الرقم كام ولا اسمه ايه. انا شفت فيلمين لكونان. فيلم تقريبا السادس
مش فاكر كان بيتكلم عن ايه بس هو السادس. وفي فيلم شفته ده بقى اللي عجبني، ده كان جديد يعني الانيميشن الجديد، كان متحف كده وفي 7 لوحات عليهم زهور، وكان في فايت في الاخر كده، ران كان بتفايت مع حد وكانت الدنيا بتولع. ايوه ده عارفه. ده اللي شفته بقى، شفته كامل يعني. انا عجبني كل حاجه بصراحه. انا عجبني كل حاجه. انا بحب كل حاجه في كونان، بس ده اللي فاكراه. وكان في برضو فيلم هم راحوا مكان والمكان ده كان فيه قنبله، فقال لها اقطعي الخيط، كان فيه احمر وازرق، فقال لها اقطعي وانتي وحظنا واحنا هنموت، فهي ما رضتش تقطع الخيط الاحمر عشان اللون المفضل لسينشي احمر، فقطعت الثاني. يا سلام فما موتناش يعني حاجه مالهاش لازمه. بس السؤال السابع ماشي بيقول كيرو اشرف برضو كان كيتو الثاني. لا ده كيرو بقى. ماشي ده بيقول لك ليه بتكرهي سولو ليفلنج؟ مش بكره يعني يا جماعه، مش بكره سولو ليفلنج، اعترفي. مش بحبه. انا مش بحب السولو ليفلنج. ليه؟ لان بصراحه انا كنت منتظره حاجه افضل من كده وما لقيتهاش. بالنسبه لي انا كدينا كان في هايب على المانهوا، يعني مفيش حد ما دخلش دينا ما قريتش المانهوا، فانا قلت خلاص هستنى الانمي. بس الانمي ما لقيتش حاجه، شخص عمال يتدرب ويطلع فايتات عاديه، يعني مش شايفه اي حاجه للهايب ده كله بصراحه. يوري الافضل عند دينا بليتش، الانمي الافضل عند دينا بليتش. تسكيبي ولا سكيب يا جماعه؟ الانمي الافضل عند دينا بليتش. الانمي الافضل يعني سؤال وان بيس يمكن. هتسكيبي حلو، راحت واحده سكيب الحمد لله. السؤال التاسع سيف بيقول لك ليه يا دينا ما بترديش على الكومنتات؟ حلو، سؤال حلو يا سيف، عشان انا فعلا عايزه اوضح موقفي في الموضوع ده. ايوه وضح فرق. ولسه حاصل موقف امبارح حالا امبارح اصلا. انا طبعا بحب ارد على الكومنتات جدا، وانتوا بتدعموني قوي والكومنتات بتبقى حلوه قوي، بس الفكره انا عندي مشكله، وانا بقول انا عندي مشكله. انا لما يجي حد بيكتب لي كومنت وحش انا بتضايق قوي. طب يا دينا انت سايبه كل الناس اللي عماله تقول لك عسل وقمر، لا بمسك في ده وبتضايق. الناس كلها لقيتك عسل وقمر. يعني انا امبارح في واحد كتب كومنت، انا كنت نايمه بدعي عليه، قسما بالله بدعي عليه، كان في الفيديو انا بتاعنا وآية، فسايبه الناس عمال بقى دينا وآية وشكلهم عسول والفيديو حلو ومش عارفه ايه وبتاع، لقيته ده كاتب حاجه مش حلوه خالص، فاللي هو قعدت ادعي عليه وعلى امه، وبجد اللي هو انت ليه ازاي تعمل كده؟ فانا مش عايزه ادخل الكومنتات ارد فاشوف حاجه تضايق، انا بتضايق قوي. فانا عارفه ان انا بظلمكم وبظلم الناس اللي بتدعمني، بس والله العظيم عارفه ان حبكم بيوصلني وبتكتبوا كلام حلو جدا، بس انا دي مشكله عندي وما بعترف بيها. يعني في ناس بتعدي الموضوع ده بقى 3-4 سنين، بس انا لما بشوف كومنت ممكن تلاقي كومنت عادي جدا ومش مفهوم، بس انا فاهمه هو قصده ايه فبتضايق. زي امبارح مثلا كنت داخله برد على كومنتات عند آية كتير، وبعدين خلاص بقى شفت الكومنت ده قفلت خرجوني. فعشان كده انا مقله في موضوع المسجات برضو، لان في مسجات برضو بتبعت تضايقني، فاللي هو ما ببصش فيها اصلا. فانا بعتذر يا جماعه، مش قصدي تجاهل ولا قصدي ان انا بجد اضايقكم وما اردش عليكم او كده. انا عارفه ان انتوا بتحبوا حد بتحبوا ان هو يرد عليكم، ولكن اعذروني عشان ما تقلقونيش فجاه مشيت، يعني من كتر الضغط ان انا مثلا حد قال لي كلمه وحشه انت سايبه كل الناس الحلوه، عارفه والله، بس دي مشكله. فهتلاقوني فجاه مشيت عشان انا مش قادره اهندل الكلام ده. واحنا في رمضان يعني يعني المفروض ايه، خليني قاعده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. عندك كلمه حلوه قولها، لكن انت شخص جبان من ورا الشاشه بتكتب كومنت ملوش لازمه، احتفظ بنفسك. يا ريت والله. السؤال العاشر عايز اسحب المره الجايه. ماشي دي اسحبي بعد كل 10 اسئله. ماشي. عندك حلم عايزه تحققيه متعلق بالانمي؟ عايزه اسافر ايفنت كبير عالمي، اتعزم، مش انا اللي اسافر على حسابي. عايزه اسافر اتعزم از بلوجر مصريه انمي، وراحه كده بهبتي وجايه ومش عارفه ايه، والناس عارفاني هناك وقاعدين وبتاع وبتفرج على وطاشي وادينا بليتش بالظبط كده، ويبقى حلو قوي يعني. هتبسط لو حققت الحلم ده، هقفل كل حاجه. يعني ايه؟ خلاص مش عايزين الحلم ده يتحقق. هقعد في البيت بعد السؤال العاشر دينا هتبدا تختار سؤال منه وهي اللي تقرا بنفسها. ده اختار واحد. ايوه اتفضل. كبير ده سؤال كبير من اسراء. ممكن تغيري محتواكي في يوم من الايام، هيكون ايه؟ لا السؤال ال 12 بيقول حمزه محسن امتى الفان داي؟ بص، هو الفان داي كانت مرحله احنا كنا بنحاول نقدم فيها حاجه جديده، يعني نحاول نثبت ان احنا ممكن نعمل حاجه from A to Z، من اول تفكير، تحضير، تقديم فقرات وبتاع. بس صراحه الموضوع مجهد قوي، يعني دايما ان انت تشيل كل حاجه وتعمل كل حاجه في الحوار صعب، فالموضوع ما بقاش سهل زي ما انتوا فاكرين. فيعني ان هو ناخد خطوه ان احنا نعمل فان داي كمان، ما اعتقدش ان الموضوع هيحصل. ولكن لو حد
قدر ان هو يشيل عننا فكره التحضيرات وبتاع، نبقى مجرد احنا بنحط افكار وتقديم فقرات، فيلا نعمل فان داي من بكره، انا ما عنديش اي مشكله. دي قصدك ان انت عايزه حاجه بس تبقى مور بروفيشنال اكتر عشان لما نحضر حاجه تبقى اقوى من كده. بالظبط، ما بقاش كل حاجه يعني عاطقه عليا يعني لا، كلنا مع بعض يعني نقعد نحضر ونعمل يعني اجابه كافيه ووافيه جدا. جدا. السؤال ال 13 برايت ساتلايت، لا استني، برايت يا جماعه برايت ستار لايت، ماشي. ايه سبب بدايتك في المحتوى؟ ان انا كنت اتفرجت على الانمي، وكان في ظهر قدامي مانجا موازيه للاتاك، مش عارفه فيها ليفاي بقى. الناس لو احنا عايشين في اتاك عادي وليفاي بقى عادي شغال في مدرسه وهانجي مدرسه وبتاع فلقيتها فطلعت حطيت السماعات وببجامه البيت عادي وطلعت حطيت كده قلت لهم يا جماعه بصوا ده في طلع مانجا ومش عارفه ايه، وقلت محدش هيشوف الفيديو ده غير انا وحاله بنت خالتي اللي هي السبورتر بتاعي اللي هو 2 فيو واثنين من قرايب. لقيتهم 2000 وده رقم كبير طبعا على التيك توك وانا لسه مش عامله حاجه. 2000 وبعدين 3 فرحت جربت تاني لقيت 4 5 السماعه دي بتجيب ولا ايه؟ كانت سماعه البلاي ستيشن اصلا صوتها كان تحفه. السؤال ال 14 بيقول رتبي اركات ون بيس من الاسوأ للافضل. هو انا شفت اركات يعني انت عامل طيب انا لغايه دلوقتي في الامبل داون. انت طبعا شفت اركات الى شفت 6 اركات ماشي الى تصوير هذا الفيديو انا في الامبل داون. ماشي. افضل ارك يعني بحبه الاباستا. الاباستا رقم 1 ده اطول ارك فيهم اصلا. 2 سيلر بارك. سيلر بارك 3 هو في حد بيحب سيلر بارك؟ ماشي ايوه ماشي. انا بحب سيلر بارك. في مشكله فوش 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 مستفز جدا ده عسل يا جماعه. انا استمتعت جدا بالارك ده يا جماعه. انا عارفه انتوا ما بتحبوش اوكي ما عنديش مشكله. طبعا الانيس لوبي رقم 3 كان حلو. الووتر 7 الووتر 7 بعد كده اللي هو جزيره السماء. هو ما عجبش الناس قوي بس انا كنت بحبه. جزيره السماء ما حدش بيحب جزيره السماء. السؤال ال 15 اوكي بيقول افضل انمي ممكن نشاهده في رمضان. لا ما تشاهدش انميات في رمضان. يعني بص انا عايزه اقول لك حاجه الله والله انا هقول لك اللي انا بعمله. هتقولي طب ما هو الغلط هنا. بص احنا دلوقتي عندنا اوقات انت بتصوم وعندك مذاكره لانك احنا في الدراسه صح؟ بس بقالنا كتير متخرجين بقى ما نعرفش يعني ايه دراسه. تقريبا احنا في الدراسه لان كنت شفت الموضوع ده. احنا في الدراسه وعندنا رمضان وبتاع وبنيجي نفطر وعقبال ما بنفطر مش عارفه تشوف رامز وتاكل وتذاكر مفيش وقت الانمي. لا بس رمضان الجاي هيبقى اجازه نص السنه لما نعيش رمضان الجاي. انا بتكلم على رمضان ده. فانت ال 20 دقيقه اللي هتشوف فيها حلقه انمي اقرا لك اذكار خلص جزء اعمل اي حاجه افضل من كده ما دام انت يعني عندك وقت. وبلاش عشان برضو عشان لو حاجه ظهرت كده حاجه ظهرت. بص مفيش انمي نضيف 100% اللي هو النظافه بقى الجامده. فممكن نشوف لقطه كده ملهاش لازمه. ممكن تشوف كابتن ماجد عادي. سانجي جيمز سانجي بحب سانجي. اكتر 5 انميات بتحبيهم من الاسوأ للافضل مع ذكر السبب. ممكن من الاسوأ لازم يبدا بالاسوأ. هو طالب كده. ماشي براحتك. ولا نسكيب؟ لا مش عايزه سكيب. المركز الخامس كونان. هو مش الاسوأ بس هو المركز الخامس عندي. ماشي. المركز الرابع اتاك اون تايتن. المركز الثالث فول ميتال الكيمست براذرهود. المركز الثاني هانتر اكس هانتر. المركز الاولاني بليتش. شكرا. السؤال ال 17 انها نقترب روفي ايه شعورك وبليتش بيخلص؟ ما جربتوش لسه ما خلصش. ايه يعني ما تبقيش كده. السؤال كام 17 ال 18 نعد ولا ايه؟ لا هو قاعد كده ايش؟ لا خلاص ماشي. السؤال ال 18 لو مش ال 18 عندهم اسيا. هي اسمها اسيا. بتقول لك لو عندك فرصه ترجعي بالزمن هتغيري ايه؟ سؤال عميق جدا يا استاذه اسيا زي اسمك بالظبط. بالظبط سؤال عميق جدا. اغير ايه؟ ولا اي حاجه. انا معجبه بالله. نخش على السؤال ال 19. شكرا يا استاذه اسيا على مشاركتك معانا. رفايده حلوه اسمك رفايده. في حاجه بتحسيها مميزه في قناتك؟ يعني ممكن تكون مختلفه عن باقي القنوات يعني. حاسه ان انا هبقى مغروره جدا. محتوايا انا حاسه ان انا هبقى مغروره. بس قلت بحس ان انا بنوع كتير. يعني انا مش ماسكه في حاجه واحده. بحس ان انا عماله بحاول اجيب افكار واسيب افكار من كتر ما هي ما اعملهاش تاني واجيب غيرها. واحيانا التنوع ده بيضرني شويه لان مش ماسكه في خط واحد. بس بحس ان انا بجيب من اليمين والشمال والارض والجو كده. فبحاول يعني مش عارفه ده حاجه حلوه ولا وحشه بصراحه. اتفضل يا فندم اسحب. يعني عايزين بس سؤال سبايسي بقى يا جماعه. يعني اسئلتكم بسيطه ليه كده؟ لسه بتكلمي في الموضوع. ممكن فلوجات اكتر ويا سلام لو خارج مصر. والله يعني جت على السيره. والله العظيم وديني خارج مصر اعمل لك فلوجات. بس يا عم صفرني يا عم. صفرني وانا هعمل لك. بس الفكره ان يعني انا تقريبا ما عجبني الناس من محتوى الفلوجات ما عجبهمش. يعني تقريبا نزلت من 3 ل 4 فلوجات وما جابوش الارقام اللي انا كنت متوقعها ولا المجهود اللي انا عملته. فواضح ان انا مش
يعني مش مؤهله ان انا اعمل فلوجات، بس هعملها طول ما انا حباها. يعني انا مش اهم حاجه، طبعا الفيوز مهمه وكل حاجه، بس انا بحب احيانا اعمل حاجه في دماغي. فاضل ده طبعا 20 سؤال تانيين هنا، هنختار منهم 10 بس. ايوه فيعني ما هي وحظها. فتحب تختاريهم كلهم بنفسك ولا اختارهم انا؟ لا اختارهم انت. اختارهم انا انا. طلعت فلوجات ماشي يعني. اهو لف. ماشي. عايزين سبايسي بالله عليك بقى. يعني نفسي والله. عادي انا عايزه سكيب. انا السكيب ده امشي بيه ولا ايه؟ بدون انا اسئلتي. مالك بيقول لك ازاي اخلص اي انمي طويل زي بليتش وبلاك كلوفر؟ يعني هل انت مش عارف الفيلرز يعني، ولا مش عارف لا تتفرج على كام حلقه في اليوم؟ يعني بالنسبه لي مثلا ممكن يكون مستثقل الحوار، ازاي بقى اتفرج عليه كله واشوفه؟ طيب بص، انا برضو واحده كنت مستثقله، وكان في حد قبل كده كنت زمان بشتغل شغل ما، فقلت له رشح لي انمي وبتاع، فقلت له، فقال لي بلاك كلوفر. قلت له ده طويل، قال لي انت وراكي ايه؟ والله سؤال احرجني جدا يعني، احرجني واقعي جدا. انت وراك ايه يعني؟ مش فاهمك. ماشي. فبص، هو عموما انت يعني خد الانمي الطويل زي ما انا بعمل مع ون بيس دلوقتي، هو جزء من يومك. انا دلوقتي قاعده بحضر الاكل، اخطف لي حلقه. ما قدرتش النهارده مثلا، بكره عندي وقت فراغ اكبر، ممكن مثلا اجيب اندومي وايس كريم واشوف حلقتين. هي مشكله ون بيس كمان ان هو ما بيديكيش كل حاجه في الحلقه، فنفسك سحبتي 5 6 حلقات. انا 5 6 حلقات بشوفهم في ساعه. انا بجري. انا بجري فلاش باك. انا بجري بجري فلاش باك كتير قوي. السؤال ده ال 21 ولا 22؟ لما لسه بقى 20، احنا سحبنا واحد. سحبنا واحد. يبقى عدوا انتوا معانا بقى. 22 ده رقمي المفضل ماشي. لو عايز تعرف. اكتر موقف محرج حصل لك؟ كان تقريبا في الجامعه. ماشي. كانت محاضره انجلش، ماشي، فكنا قاعدين والدكتوره دخلت عايزه برزنتيشن اوت اوف نو وير، انت هتتكلم عن كذا وارتجال. الدفعه مليئه، احنا 450 ايش. تتخيل؟ ما بحبش كده. تتوقع اختارت مين؟ العبد لله، دينا بليتش. الله. ماشي. فروح فانا طالعه، وانا يعني احب قوي اصطنع الثقه بالنفس، احب اصطنعها جدا جدا يعني. فطالعه ومش عارفه ايه وبتاع، فمسكت المايك وحاولت ان انا اهدي نفسي وكده، فعماله بقى بتكلم، وهي عايزه تشرح للناس مش تشرح الكلام بتاعي، تشرح لها الموقف. فبتاخد مني المايك، قلت لها سيبيني بس اتكلم معاها. قلت لي حبيبتي هاتي المايك يا ماما، وانت ما صدقتي تمسكيه. طبعا كان قدام الدفعه 450. قلت لها لا يا دكتور بس عشان اشرح لهم. قالت لي ما تشرحي لهم انت، انا هشرح ايه؟ كنت ساعتها عايزه اقول لك حاجه، انا كنت مجهوله الهويه يعني. كنت حاطه على الفيسبوك صوره مصارع اسمه كريس جيريكو، يا لهوي. ما لقيتيش غير كريس جيريكو؟ لا ده عايش ايه ده، حد بتتكلم عليه؟ كريس جيريكو. المهم كانت 4 سنين ما بحطش. ما حطيتيش ايدي جاريرو ليه؟ لا مش ايدي جاريرو، ما بحبوش. هو مات اصلا. ايوه بس انا كان جيريكو ده 4 سنين ما بحطش غير صور جيريكو ايدي جيريكو يغير الصوره اخدها انزلها عندي. مش كده تحط جون سينا تحط كريس جيريكو يعني. فلما قلت انا دينا محمد ومش عارفه ايه، لقيت كذا حد، هو انت دينا جيريكو اللي بتحط جيريكو؟ قلت لهم دينا جيريكو. ده موقف بعرج اكتر من الجامعه. قعدت اسمي دينا جيريكو كتير. لا دينا جيريكو بجد والله العظيم انا اول مره اعرف الحوار ده على فكره. اول مره اعرفه فعلا. السؤال الكام؟ 23. السؤال 23 بيقول ليه دينا في صف البحريه مش القراصنه؟ ده الكلام ده حقيقي؟ ده مع فيديو ايه؟ في صف البحريه؟ ما تعمليش معايا فيديو تاني. هو انا كل مره يعني ايه اطرد. اكتر موقف مرعب حصل لك؟ مرعب يعني مش عارفه. هو احنا تقريبا رحنا مره سكيب روم رعب. بذمتك دي كانت رعب؟ انا كنت خايفه قسما بالله. ما كانش في حد غيري خايف والله العظيم. انا كنت بصرخ لوحدي. انت متخيل ان انا كنت حاطه وشي في ماسكه ساره كده وحضناها؟ لا بس خلاص يا دي لا والراجل وقتها كان عمال يبص لك، وبعدين انت ايه هندخلها دي الاول؟ انا مش عارفه بتاعت انا رعب ولا سكيب روم ولا حاجه، وكان اسوأ تجربه مريت بيها في حياتي. تخوفوني ليه؟ ده غير ان ايه سليم كانت معانا. متعه والله العظيم يا جماعه، صرخه حد زرهلها في وشها، راحت صرخه رحنا مغمى عليا دلوقتي. شيلوني على الاسعاف. السؤال 25. عبد الله امير، عرفتوا بعض ازاي؟ عرفنا بعض ازاي؟ اولا هو انا كنت في تيم اسمه لهوي مش هنقصها دي. كان اسمه ايه؟ استنى بالله عليك، حاجه كلاود. اوتاكو كلاود. حاجه كلاود. يلا استنى. فاحنا كنا في تيم اوتاكو كلاود، والتيم ده كان دايما بيستهدف الناس بتاعه الانمي ويجمعهم وبتاع. بيستهدف. بيستهدف. فهم دخلوا. القائد ساعتها دخل. القائد ايوه. القائد ساعتها دخل قال يا جماعه في حد اسمه ايجي اوتاكو عايزين ندخله. حد اسمه ايجي اوتاكو؟ فراح قال في ناس قالوا لا ده يوتيوبر، احنا بندخل التيك توكرز بس. نعم والله العظيم قال لك يا ده يوتيوبر. يا يوتيوبر.
فالمهم انا ساعتها يعني ما اعرفش صراحه، ما كنت يعني متابعه ايجي اللي هو حاجات بتظهر لي بسيطه كده. ساعتها بقى كان بدا يتريق على سبيستون في حاجه، فانا بقى قلت تعالى انت جاي تتريق على سبيستون بقى. بيتريق على دبلجه سبيستون، رحت طالعه حاطه السماعات بتاعت البلاي ستيشن. اللي بيتريق على سبيستون ده، انت عارف سبيستون دي ايه؟ وانا مش عارفه اصلا الموقف ولا عارفه سبيستون دبلجه ايه. انا بس مشكلتي ان هو ما يتكلمش على سبيستون. راح دخل كتب لي كومنت قصدك عليا، رحت واخده الكومنت ده في الجروب، هيحصل مشكله دلوقتي. ما حدش يدخله. وبعدين صحيح الصبح ده موجود. يعني ايه؟ مش يا ترى شاف الرسائل القديمه؟ يعني حد يستشيرني يا جماعه، ده بيقولوا لي آه. طب مش عارفه، قالوا لي لا والله مش عارفه ايه وبتاع، وما اتكلمناش في الموضوع ده. وانا قلت له بعدين يعني هو ما كانش واخد باله. ما كانش واخد باله كده. عادي يعني مش عارف انا متضايقين ليه، كل واحد ليه رايه يا جماعه، مش ما ممكن كنتش يعني. بحترم الاراء اللي ضد سبيستون يعني. إيه بص ده؟ انت ليك اراء في اي حاجه الا سبيستون. يعني سوري. السؤال السادس والعشرون، خلاص قربنا نفنش اهو. بيقول خالد، ليه دينا مش مستمره في تنزيل اوتاكو مع دينا؟ ما هو يا جماعه المشكله ان الناس تيجي لي مع دينا بقى، ما انا والله العظيم الاجابات مقنعه جدا. دينا موجوده، فين اللي معاها؟ انا عايزه اللي معاها يجي. يعني انا عايزه اقول لك لما ايه جات لي احنا صورنا 14 فيديو. مش عارفه يا بس يبقى في حد مع دينا. بالظبط. فانا النهارده معايا بقى اتصور مع نفسي، يعني لدرجه ان انا هبتدي ادخل العيله، يعني هجيب لكم العيله بتاعتي، اتفضلي بنت خالتي تعالي صوري، ابن خالي يصور. مش محتاجين حد اوتاكو عشان نعرف نتكلم. ما انا عايزه اقول لك الاوتاكو اللي حواليا اللي انا اقدر يعني ما اتكسفش ان انا اعزمهم يجوا يصوروا عند مين. جي. ما هي جين انا هجيبها كده كده. المشكله ان انا مش واثقه ان هم هيجوا، فاهم؟ لو انا اقدر ان انا اقول لك ان ده هيجي كذا اقول لك حاجه، فانا هخليه اوتاكو مع دينا كلما اتيحت لدينا الفرصه. يا سلام يا سلام. شكرا. MG3، مفيش مره تروحي اسكندريه وتكونوا قايلين للمتابعين؟ ماي انتيم ماي اسكندريه، انا نفسي اروح اشوفها، وهي الفكره ان انا يعني ساعتها حتى لو قلت للمتابعين هيحصل ايه؟ ما بتحبيش المتابعين مش قصدي، بس اللي هو ايوه بعد ما اقول للمتابعين هيحصل ايه؟ هتستنوني على المحطه مثلا ولا تعمل ايه؟ السؤال الثامن والعشرون بيقول، يا رب ملخبط بقى كده. يلا كيرا تاني السؤال طلع اهو، افضل ستايل لون دينا بتحب تلبسه وهي خارجه؟ سؤال غريب قوي. انا عايز اقول لك حاجه، يعني انا بحب الابيض، يعني دايما تلاقيه لابس طرحه بيضاء اكتر في حاجه. يعني زمان ما كنتش بحب الابيض، كنت بحب الاسود، يعني انا ما عنديش نص. انا مره تلاقيني حبيت الابيض الاسود بجد. حرفيا يا ابيض. كنت في ايام الجامعه كلها اسود، لدرجه ان انا بقى عملت بطاقه مصوره اسود في اسود كده. مش حاجه شفتها وش الوحيد اللي منور في الصوره. بالله كان رعب ماشي. فبعدين بعد كده رحت مغيره بعد 7 سنين بقيت ابيض فابيض، مصوره بطاقه ابيض فابيض برضه. لا اله الا الله. 7 سنين الجايين بقى تشوف القصه. انا بحب يعني الالوان اللي هي النود شويه، الاخضرات الازرقات كده يعني. مبسوطه كيرا؟ اهم حاجه معلومه مهمه جدا يعني. السؤال قبل الاخير. والله والله صعب على بقيه الاسئله القصص بتاعتي. ماشي. مين اكتر عضو بتحبيه في اعضاء المصطبه؟ مين مصطبه ايه؟ انا مين اكتر 2 بتحبيهم في المصطبه؟ اكتر 3. لا هو السؤال على واحد. كان على واحد؟ طيب ماشي خلاص اقول الواحد. اوكي. دينا بليتش. نقفل الفيديو كده. نقفل الفيديو. محدش يقدر يتكلم، محدش هيزعل مني. ماشي. طيب هنعمل بقى ايه ده السؤال الاخير، ماشي؟ هحطهم لك كده على الترابيزه وهتغمضي عينيكي كده وتسحبي لك واحد. بتدوري تحت السرير. بتدوري تحت السرير. ممكن اقرانا؟ قريتي. مين اكتر شخص شجعك انك تكملي؟ يعني والله سؤال في الجون. اخر سؤال بس احنا بنصور. عشان بس السيت اب بتاعه بس. ايوه احنا جايين نصور عنه. طبعا يا جماعه بالبدايه اصلا خالص اللي شجعني ان انا اكمل في التيك توكس والكلام ده كانت حاله بنت خالتي، ودي قلتها كذا مره. انا انزل تحت الترابيزه. يعني الصراحه يعني ما بتمشيش كده، فاهم؟ يعني والله ما بتمشيش كده. والله مش هقول كل واحد بحقه. زعلان دلوقتي؟ اصبر طب خلاص ثواني. انت قاعد ساكت ضحكت. عشان افهمكم حاله الكريزه الضحك دي جت ليه. يعني في مراحل في الحياه اوكي، والمرحله الاولى على المرحله الثانيه الاستاذ ايجي. انا قلت لا يا جماعه كلمته يا استاذ. والله يا جماعه هو يعني لولا ايجي انا ما كنتش هعمل يوتيوب اصلا، يعني كنت هكتفي بالريلز التيك توكس الكلام العبيط ده. بس هو فعلا اللي زن عليا، وحصل كذا مشكله عندي اللي هو مثلا
انا ما عنديش مكان اصور فيه ايجي، صرفي. طب ممكن نجيب لي سكرين. طب انا ما عنديش لاب يا ايجي مثلا انزل عليه حاجه. طب اتصرف في الموبايل. اللي هو ما تقعديش تنامي عقبال ما تجيبي الحاجه بالظبط ما تناميش. فهو هو انا كسوله جدا، ولو حد سابني هقع. فهو كان عمال طب كذا، طب اعملي كذا، طب بعد بقى لما عملنا القناه طب نبعت مش عارفه ايه، طب ازاي، طب بدانا نشوف الكلام، سبسكرايبرز مش عارفه ايه، متابعين كويسين. فهو بصراحه الفضل الاول والاخير في اليوتيوب اللي يجي. تيك توك اي حاجه تانية انا بقى اللي بعملها. وبكده خلصنا 30 سؤال لايجي سالهم لي. يا رب نكون ضيوف لذاذ عليكم وتكونوا استمتعتوا بالحلقه دي. انا سعيده جدا ان انا بصور في سيت اب ايجي اللي انا بتفرج عليه دايما في اليوتيوب. انا بقيت لقد وصلت هنا. فان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم. لا تنسى اللايك والسبسكرايب. احنا معانا الكينج يعني، فمش عايزين ارقام مخزيه. وروحوا شوفوا بقى الفيديو عندي بقى. وبعد كده ان هي هتسالني اسئله بالظبط. عندي انا كمان. اقلب الفيديو اللي بعديه على طول هتلاقيه، يعني الاسبوع الجاي ولا احنا هنظبط بس هنقول شوف الفيديو عندي. هنقول لهم في فيديو نفس الكلام، بس انا اللي هساله بقى. انتظروه ان شاء الله، وان شاء الله يعجبكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وولعوا الدنيا. رمضان كريم، و باي باي.